شحال من مرة جيت تسخن الماكلة في ميكرووند ميكروويف وجاتك هذيك الفكرة، هل الجهاز هذا يسبب السرطان؟ اقعد حتى اللافة راح نغير لك النظرة تاعك لهذا الجهاز. الإشعاع بصفة عامة ينقسم إلى قسمين، عندنا أشعة إيونيزونت بمعنى مؤينة اللي راح تخترق الجسم تاعنا وتروح للاديان تقدر تكسره وتسبب لنا السرطان، كيما اللي يخرجوا من السكانير لي غيون اكس. نون يويزونت نلقاوها في لي غيون تاع لا راديو، نلقاوها في لي غيون تاع لي ويفي، هادو ما فيهمش خطوره وما راحش يكسروا الاديان تاعنا. الميكروويف ميكرووند راح ينشا موجات، الموجات هذه راح تروح تاثر على الجزيئات تاع الماء وتخليها تتحرك. الحركه هذه راح تولد حراره، والحراره هذه راح تنتشر في الماكله. على بها نهار كي تروح تسخن الشوربه ماشي كيما تروح تسخن الدجاج، الشوربه تسخن بالخف. العلم راه واضح في هذه النقطه. الميكرووند فيه واحد لاكاش، فيه قفص اسمه دو فاراداي، ما راحش يخلي الاشعه تخرج غير ب 12 سنتيمتر. والاشعه الموجوده ولا اللي يولدها الميكرووند هي اشعه نون نيويزونت بمعنى غير مؤينه، ما راهيش رايحه توصل حتى للاديان تاعك وتكسره. مام اذا وصلت للجسم تاعك ولا البشره تاعك راهي رايحه تحرقك، ولكن ما راهيش رايحه تسبب لك سرطان. الحاجه اللي لازم ترد بالك منها هي اسكو راح تتحرق ولا تحرق لسانك. بعتوا لا فيديو هذه لوالديكم اللي مازالهم يخافوا من الميكرووند ويقول لك لا انا بريفير طبيعي ناكل الماكله تاع القدره هي اللي ما فيهاش خطوره. قول لهم بالميكرووند حاليا العلم بين بلي ما فيهاش خطوره.